عايز تخلي الست اللي معاك زي الخاتم في صباعك. تعالى وانا اقول لك ازاي. انت فاكر المشهد بتاع فيلم حنف الأبهة لما كان عادل امام مع فاروق الفيشاوي قاعدين في العربيه كده بيتكلموا؟ فقال له يا باشا انا عايز انصحك نصيحه، لما لقى متخانق مع مراته قال له يا باشا انا عايز انصحك نصيحه لوجه الله، علشان تخلي الست اللي معاك تحبك وتبقى كويسه معاك. حاجه من الاثنين، الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينها بالفلوس. وانت يا ولداه لا حيلتك اللضع ولا فنجان بق، هتستحملك على ايه؟ وبصراحه كان عنده حق. فانت بالنسبه لك دلوقتي يعني 90% مننا بسم الله ما شاء الله دلوقتي يعتبروا قاعدين جنب خط الفقر. فانت بالنسبه لك دلوقتي مش هتعرف تصرف فلوس كتير ولا تجيب هدايا بقى بمبالغ كبيره ولا بتاع. فبالنسبه لك دلوقتي الموضوع ايه؟ بالكلام. الست يا جماعه دلوقتي على فكره كلمه حلوه بص تطلعها سمع سبع، وكلمه تانية تنزلها سبع ارض. عايز تكسب الست اللي معاك وتخليها تحبك جدا وتبقى فعلا زي الخاتم في صباعك زي ما قلنا من شويه، عليك وعلى ودنها. الستات دايما يا جماعه بيحبوا الكلام الحلو، دايما بيحبوا المدح، دايما بيحبوا انهم يحسوا انك انت فعلا مهتم بيهم وان هم بالنسبه لك رقم واحد في حياتك. تمام. بص قول كلمه حلوه، يعني كلام حلو عمال على بطال، سواء الست اللي معاك بقى كانت خطيبتك مثلا او مراتك، كلام حلو عمال على بطال. حسسها دايما دايما انها مهمه في حياتك، حسسها دايما ان هي اساسيه بالنسبه لك، حسسها انك انت من غيرها ولا حاجه، حسسها انك انت حياتك من غيرها كانت ناقصه، كانت ناقصه حاجه مهمه، وكانت حاصه يعني ناقصه حاجات كتير جدا وحاجه مهمه جدا، وهي جت كملت الدنيا عندك. فاهم؟ فاللي هو ايه برضو عايزين الاهتمام، يعني برضو يعني حته الاهتمام برضو على فكره ما بيطلبش بس من حته الستات، هم عندهم حق فيها بس مش بنسبه 100%، لانه في حاجات انت كده كده كراجل مش هتعرف تاخد بالك منها قوي او مش هتعرف تحس بيها او تعرفها الا لازم يكون في تلميح. احنا كرجاله ممكن لازم يكون في تلميحات معينه. وبرضه على فكره الفيديو ده لو في مثلا الستات بتشوفه لازم برضه في تلميحات معينه، لانه الرجاله على فكره مش كل الرجاله بتعرف انت بتفكري في ايه او عايزه ايه بالظبط او الكلام ده من غير ما تقولي، لازم في تلميحه برضه معينه كده. وفي الحمد لله رجاله اصلا ما لهمش في التلميحات اساسا، فانت لازم تقولي مره واحده انت محتاجه ايه عشان الراجل يقصر كده ويعمله لك. تمام. بس برضه ده مش موضوعنا، احنا بنتكلم في الرجاله دلوقتي في انه الستات دايما خش لها من ودنها، دايما قول لها كلام حلو، دايما حسسها انك مهتم بيها، دايما حسسها انها اهم حاجه في حياتك. تمام. وانت في شغلك مثلا مهما كنت مشغول او زحمه بقى الدنيا عندك او الدنيا متكربسه فوق دماغك، والله لو خطفت مثلا نص دقيقه كده مسكت التليفون بعت لها مثلا وحشتيني او انه مثلا بحبك، انا مش عارف اقول لك انا مستني ازاي الشغل يخلص علشان خاطر ابقى موجود في البيت باسرع ما يمكن عشان نبقى برضو موجودين مع بعض. مش عايز اقول لك الحاجات دي بتفرح الستات قوي قوي قوي، وبتجيب معاهم ازاي انت مش متخيل. تمام. ابسط حاجه يا جماعه والله العظيم وربنا بترضي الستات، بس من ابسط الحاجات اللي زي دي هي الكلمه، لان الكلمه بتجيب معاها اي حاجه تانية. فمثلا لو انت مزنوق مثلا في فتره من الفترات ولا حاجه الدنيا مش احسن حاجه معاك، هتقعدوا مع بعض وهتتكلموا معلش يا حبيبتي انت عارفه الفتره اللي فاتت مش احسن حاجه موجوده برضو معايا، ولكن يعني الحمد لله احنا مع بعض، ويعني طول ما احنا كويسين وطول ما احنا الحمد لله بنحب بعض يعني ها الدنيا هتمشي ان شاء الله. فوالله والله والله لما الكلام الحلو بالنسبه للستات على فكره يطلع في اي وقت ماشي. برضو يعني في البيت الله البيت جميل قوي، تسلم ايديك يا حبيبتي عملت لك الغدا، تسلم ايديك يا حبيبتي الاكل جميل جدا، والله لو نولتك كوبايه ميه حتى قول لها تسلم ايديك. الكلمه الحلوه بتخلي الست مهما كانت على فكره تعبانه او ضعيفه او مثلا مكتئبه او متضايقه او اي حاجه، مجرد انك قلت لها بس كلمه حلوه كده، القمر مكتئب ليه، القمر زعلان ليه، لا ولا يهمك ده انت مش اي حاجه خالص، لا ده احنا ننزل دلوقتي على فكره نروح المكان اللي انت عايزاه ونعمل اللي انت عايزاه كله، ولا ان القمر يبقى زعلان. بصوا والله 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 زي ما قلت من شويه كلمه واحده بس كفيله انك تطلع بيها سامع سامع، وكلمه واحده كفيله انك انت بص تنزلها سابع ارض. ابسط حاجه بالنسبه لها يعني بترضيها. طبعا تبقى يعني الست اللي هي طبعا الجدعه بنت الاصول الراضيه اللي تبقى عارفه ظروفك وموافقه عليها، اللي عايشه معاك تحت اي ظرف من الظروف وبص على اي مستوى. يعني احنا بنتكلم طبعا على الستات اللي بسم الله ما شاء الله عايزه تعيش فعلا ستات جدعه وستات ولاد اصول وعايزين يفتحوا بيت وفعلا بيحبوا جوازهم. فانا مش عايز اقول لك الكلمه اللي زي دي لها مفعول الصريح بالنسبه للستات. دايما دايما خليك ورا ودنهم، خليك ورا ودنهم هتكسبهم. اي كلمه حلوه في اي وقت على فكره هتلاقي بص الدنيا معاك متغيره 180 درجه، والله العظيم وربنا دي حاجه مش عايز اقول لك ومفعولها 100%. بس
يعني هو اكتر حتى لو اختلفتوا، يعني حتى شوف الخلافات كمان، يعني برضو مع الحب شوف مع الخلافات برضو تختلف بالاصول، تختلف بالذوق، تختلف برضو بالحب، بالحنيه، بالكلام ده. حتى لو اختلفتوا زعلتوا مع بعض شويه ولا بتاع، ليك برضو دخله معينه كده، القمر زعلان ليه، انا والله حقك عليا، انا ما كنتش اقصد، انا بس عشان تعبان شويه، انا بس مضغوط في الشغل شويه، بس انت عارفه ان انا مش كده، انت عارفه ان انا كويس وخلاص، حقك عليا ما تزعليش، وشوف اللي يرضيك ايه وانا هعمله لك. مجرد انك عملت كده والله ولا كأن في اي حاجه، اقسم بالله ولا كأن في اي حاجه. فبرضه عشان ما اطولش على الناس، تمام. ده كانوا برضه كلمتين برضه في الصميم كده، الحمد لله. وعايز اقول برضه حاجه، الفيديو اللي جاي ان شاء الله ده بالنسبه برضه للستات بقى، هقول لك ازاي تخلي الراجل اللي معاك يبقى زي الخاتم في صباعك، برضه بالراحه كده وبالهداوه وكلمتين حلوين، ومش هنطول عليكم كتير. شكرا، سلام عليكم.